بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده جه متأخر شوية يا جماعة، تمام، لأن أنا كنت متردد أعمله ولا لأ. الفيديو ده بخصوص منصة هوك بول. منصة هوك بول دي أكيد الناس كتير أوي سمعت عنها، أو الناس كتير أوي اتنصب عليها فيها زي حالاتي كده بالظبط. تمام، أنا كنت قاعد في أمان الله في مكاني، دخل عليا واحد صاحبي حبيبي صديقي بدون ذكر أسماء، اسمه مختار. قال لي أنا بقالي 3 أيام في الشروق، وجبت لي بقى اللقطة اللي بص هتحل الازمه الاقتصاديه اللي كلنا بنعاني منها اليومين دول. ايه يا عم مختار اللي انت جبته؟ قال لي بص انا هقول لك وانت فكر شوف هتعمل ايه، لان الموضوع كبير قوي ومهم. فقلت له، قال لي احنا هنشتري مكنه. قلت له مكنه ماشين يعني؟ قال لي لا، آلة صغنونه كده اسمها آلة تعدين، راجل ماسك فاس صغنن بيقعد يعمل كده كل 24 ساعه ينزل لك فلوس. المهم انا اقتنعت بعم مختار وكلامه، وقلنا تمام يا عم مختار نجرب، ورحنا جبنا واشترينا. اللي مضايقني في الموضوع كله ان الراجل قال لي، وانا بعد 12 يوم قعدت افكر وادور واسرش، وبعد كده اقتنعت بكلامه. وجيت يا مؤمن يوم 28 بالليل شحنت ورحت عامل المكنه، واشتريت المكنه بالليل. الدنيا مستقرة وجميلة وتمام، وليا ناس صحابي كسبت وخدت، ومختار ده لما جزء من فلوسه. اجي يوم 1/3 واقف مع واحد صاحبي حبيبي برضو، بقول له ده انا لقيت موقع اسمه كذا 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 بيعمل كذا كذا كذا. قال لي تمام لو انت متاكد منه انا وراك. قلت له والله يا صديقي انا احساس ان هو نصب، بس انا قلت اجرب لان مختار كسب منه. هو لسه ما لمش فلوسه، بس في مصداقيه ان الفلوس بترجع. وزي المغفل بفتح للراجل الابلكيشن عشان اوريهوله، لقيت الموقع وقع. طبعا كلمت مختار وكلمت الناس وكلمنا الجروبات اللي كنا فيها، فاكتشفنا ان في مجموعه شباب جمال زي الفل، هم بيقولوا ان هم مقبوض عليهم دلوقتي، مسكوا حوالي 19 واحد، تمام، منهم ناس جنسيات مش مصريه. كانوا واخدين 3 فيلل في التجمع، تمام، دخلوا عليهم لقوا عندهم اجهزه، ولقوا عندهم سيرفرات، ولقوا عندهم 45 شاشه، تمام، ولقوا عندهم التليفونات اللي كانوا بيحولوا عليها، والناس دي كلها اتمسكت، تمام. بس فلوسنا ما رجعتش، والمنصه وقعت، ومفيش فلوس رجعت لاي حد، لان انا اعرف ناس خدت فلوس جوازها وراحت عملت بيها الموضوع، لان الموضوع كان مغري ومربح. احنا كنا طماعين، بس هي الفكره كلها ان الدنيا واقفه والحال واقف والدنيا مش شغاله، فكنا بندور على اي حاجه تساعدنا. فاللي انا بسال عليه دلوقتي، لو الناس اتقبض عليها مصير الفلوس دي ايه؟ عشان انا تعبان وليا ناس اعرفها تعبان اكتر مني، تمام. مفيش فلوس رجعت لحد النهارده، ومفيش منصه اتفتحت تاني، والعيال قلتوا في ناس اتقبض عليها وفي ناس ما اتقبضش عليها وخدنا اماكنهم، مع ان الموضوع كان سهل قوي. فعلا الشرطه مشكوره ان هي جابته في خلال 48 ساعه من ساعه ما الموضوع اتعرف، لانه بقى قضيه راي عام. بس هو الناس دي احنا كنا بنحولها على محافظ ماليه، محافظ فودافون كاش، فمش هتتفتح غير بالبطاقه وبالبيانات كامله، فنقطه ان انت تجيبهم سهله. مسكتوا مع الناس 6 مليون وبتقولوا ان هم ناصبين على 19 مليون، وفي اقاويل تانية طلعت على الانترنت بتقول ان هم واصلين ل 6 مليار. انا مش معترض على كل ده، انا عايز القرشين اللي انا حطيتهم، تمام، عشان انا يعني اتصرفت. في غيري استلف، في غيري باع دهب مراته، في غيري باع عربيته. فالسؤال الذي يطرح بلح، الفلوس دي راجعه، ولا الفلوس دي العيال خدوها، ولا الفلوس دي الحكومه شايلها عندها امانه، ولا انا استعوض ربنا؟ الله يرضيكم والنبي. كل سنه وانتم طيبين.